قلت اعمل سمبوسة كده. ايه رأيكم فيها؟ ما نغير شوية كده. عاملين ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ انا تمام الحمد لله زي الفل. خلينا نبدأ موضوعنا النهاردة. كل سنة في رمضان نفس السيناريو، اول يومين متحمس وبتقول مش هزود اكل، وبعدها بيومين تلاقي نفسك بتاكل ضعف الكمية، وفي اخر الشهر تلاقي الميزان بيقولك مبروك زدت 3 أو 4 كيلو. طيب هل الحل انك تحرم نفسك من كل حاجة؟ لا طبعا، الفكرة كلها انك تاكل بذكاء مش بكمية. النهاردة هقولك ازاي تتحكم في اكلك وتمنع زيادة الوزن في رمضان من غير ما تحس انك محروم، ولا تضطر تدخل بقى دايت بعد العيد عشان تخسر اللي كسبته في الشهر ده. كل اللي عليك تكمل الفيديو للآخر وتنفذ الخطوات دي. يلا بينا. اول نقطة معانا، ابدأ فطارك صح. ثانية واحدة لما ندوق بقى. تحفة يا شباب، باللحمة المفرومة. عارف الإحساس اللي بعد الفطار لما تلاقي نفسك نايم مكانك ومش قادر تتحرك؟ ده مش بسبب الصيام، ده بسبب إنك بدأت فطار غلط، وده اللي هقولك تصلحه دلوقتي. أول لقمة بتحطها في بقك بعد ما أنا أول لقمة بتحطها في بقك زي ما أنا حطيت كده لقمة في بقي بعد يوم صيام طويل، هي اللي هتحدد طاقتك، هي اللي هتحدد طاقتك لباقي اليوم. فلو بدأت فطارك بحاجات تقيلة زي المقليات والسكريات، جسمك هياخد صدمة كده، ومستوى السكر في دمك هيعلى فجأة وبعدها ينزل بسرعة، فتحس بخمول رهيب. الحل، ابدأ بحاجة خفيفة وسهلة الهضم زي تمر مع مية أو لبن. التمر هيديك طاقة سريعة من غير ما يرهق معدتك، والمية هتعوض الجفاف اللي حصل لك طول اليوم. بعدها بقى خد شوربة دافية عشان تجهز جهازك الهضمي وتمنع اي مشاكل في الهضم. بعد كده ما تدخلش على الاكل التقيل مره واحده، ركز على البروتينات زي الفراخ او اللحمه، جنبها بقى مصدر كربوهيدرات بطيئه الهضم زي العيش الاسمر او الرز البني، وكمل بقى بالخضار عشان تدي جسمك فيتامينات ومعادن. واهم حاجه ما تاكلش بسرعه، خد وقتك في الاكل، لان المخ بياخد حوالي 20 دقيقه كده عشان يحس بالشبع. ولو كلت بسرعة هتلاقي نفسك أكلت أكتر من احتياجك. فلو طبقت الخطوات دي هتلاقي نفسك بعد الفطار مش حاسس بالخمول، وعندك طاقة تكمل يومك بدون ما تحس بتقل أو تعب. تاني نقطة معانا، اتحكم في كمياتك بدون ما تحس. عمرك لاحظت انك ممكن تاكل لحد ما تحس انك مش قادر تاخد نفس، وبعدها تندم وتقول ليه كلت كل ده؟ المشكلة مش في ارادتك، المشكلة في الكميات اللي مش بتاخد بالك منها. وده اللي هقولك تعالجه دلوقتي. اول حاجة لازم تعرفها ان دماغك بياخد وقت عشان يوصل له احساس بالشبع، تقريبا 20 دقيقة. فلو بتاكل بسرعة هتلاقي نفسك كلت اكتر من احتياجك قبل ما تحس انك شبعان. فالحل، خد وقتك في الاكل، امضغ كويس واستمتع بكل لقمة. تاني حاجة، استخدم اطباق اصغر. لما تحط نفس الكمية في طبق صغير عقلك هيخدعك وهيحس ان الكمية كبيرة، فهتشبع اسرع، وده مثبت علميا. كمان جرب تبدأ الأكل كده بشوربة أو سلطة، الحاجات دي بتاخد مساحة في معدتك وبتخليك تحس بالشبع بسرعة من غير سعرات زيادة. وبعدها لما تيجي تاكل الأكل الأساسي بتاعك هتلاقي نفسك محتاج كمية أقل بكتير. ونقطة مهمة جدا كمان، حاول ما تحطش الأكل قدامك بكميات كبيرة. فلو عندك صينية مليانة أكل قدامك طبيعي إنك هتكمل حتى لو شبعت. خد كمية صغيرة في طبقك، ولو حسيت انك لسه جعان ممكن تزود بس بوعي. واخيرا، اشرب مية قبل الاكل، لان ساعات جسمك بيكون محتاج ترطيب مش اكل، بس انت بتفسر الاحساس ده غلط وبتاكل اكتر. لو طبقت الحاجات دي هتلاقي نفسك بتتحكم في الكميات من غير ما تحس انك محروم، ووزنك هيبقى ثابت او حتى يقل في رمضان من غير تعب. تالت نقطة، خد بالك من الحلويات والمقليات. عارف انك مستني القطايف والكنافة بعد الفطار،
بس المشكلة انك بتبدأ بحتة وتلاقي نفسك خلصت الطبق كله. ايوه، وده غير السمبوسة اللي انا باكلها اهي، والبطاطس طبعا اللي بتزود السعرات بشكل رهيب. طب هل الحل انك تحرم نفسك؟ طبعا لا، بس لازم تاخد بالك، وده اللي هقولك عليه دلوقتي. اول حاجة لازم تعرفها ان الحلويات والمقليات سعراتها عالية جدا، فلو بتاكلها بدون تفكير وزنك هيزيد حتى لو بتحاول تاكل اكل صحي في باقي اليوم. الحل خد بالك من الكمية. الحلويات مثلا بدل ما تاكل طبق كامل من الكنافة او القطايف، خليك في قطع صغيرة واستمتع بيها ببطء. ولو قدرت تستبدلها بحاجة أخف زي الفواكه أو الزبادي بالعسل هيكون أحسن بكتير لجسمك. أما المقليات فحاول تقللها على قد ما تقدر. يعني لو بتحب السمبوسة جرب تعملها في الفرن كده بدل ما تقليها، نفس الطعم تقريبا بس بسعرات أقل. والبطاطس بدل ما تكون مقلية اعملها مشوية أو في القلاية الهوائية اللي هي الاير فراير، وهتحس بنفس القرمشة كده. والله م- م- يعني بصوا والله السمبوسة مقرمشة وحلوة، وهتحس بنفس القرمشة بس بدون الزيت الزايد اللي بتخزن كدهون في جسمك. وكمان خد بالك من حاجة مهمة، بعد الفطار الجسم بيحتاج طاقة، فلو اديته سكريات كتير مرة واحدة هيحصل ارتفاع كده سريع في السكر، وبعدها هبوط مفاجئ لا قدر الله بيخليك تحس بجوع تاني بعد فترة قصيرة، فتبدأ تاكل أكتر من اللازم. علشان كده حاول تاكل سكريات طبيعية زي التمر أو الفواكه بدل الحلويات الدسمة. الخلاصة مش هقولك تحرم نفسك، بس خد بالك من الكميات واختار البدائل الذكية، وهتلاقي نفسك مستمتع برمضان من غير ما وزنك يزيد. رابع نقطة، اتحرك حتى لو 10 دقايق بعد الفطار. عارف الإحساس اللي بيجيلك بعد الفطار؟ الكسل والخمول، عارفه ده؟ وبتحس إنك مش قادر تتحرك وعايز تنام. ايوه، ده بسبب انك كلت وما قعدتش تساعد جسمك يهضم. وعلشان كده لو عايز تحافظ على وزنك في رمضان لازم تتحرك حتى لو 10 دقايق بعد الفطار، لان بعد الفطار جسمك بيبدأ يشتغل عشان يهضم الاكل، ولو فضلت قاعد او نايم عملية الهضم بتكون ابطأ والجسم بيبدأ يخزن سعرات زيادة. لكن لو اتحركت حتى لو 10 دقايق بس هتساعد جسمك يهضم أسرع، وهتقلل من الإحساس بالتخمة والكسل اللي بيجي بعد الأكل. طيب إيه نوع الحركة اللي تقدر تعملها؟ مش لازم تمرين تقيل بقى، ممكن تمشي في البيت عادي، تطلع وتنزل السلم، أو حتى تعمل شوية تمارين خفيفة زي الإطالات أو المشي السريع. الحركة دي هتفرق معاك جدا وهتحس إنك نشيط بدل ما تحس بخمول. وكمان لو ناوي تتمرن في رمضان الحركة بعد الفطار هتجهز جسمك للتمرين وهتخليك تحس بطاقة أحسن بدل ما تحس بتقل وتعب. فكرة بسيطة جدا بس فرقها كبير، جربها وهتحس إن رمضان السنة دي مختلف تماما. خامس وآخر نقطة معانا، سحور متوازن يساعدك تتحكم في الجوع. عارف الإحساس اللي بيجيلك قبل الفطار كده بساعتين؟ جوع رهيب، صداع، ودوخة، كل ده سببه إنك ما اخترتش السحور الصح. أيوة، السحور هو اللي بيفرق معاك طول اليوم، فلو ظبطته هتلاقي نفسك مش بتجوع بسرعة ومكمل صيامك وانت مرتاح. السحور مش مجرد وجبة كده بتاكلها قبل الفجر وخلاص، لا، هو اللي بيحدد طاقتك طول اليوم. علشان كده لازم يكون متوازن، يعني فيه بروتين، دهون صحية، والياف علشان تفضل شبعان لأطول فترة ممكنة. احسن اختيار هو انك تاكل مصادر بروتين زي الزبادي اليوناني او البيض، لان البروتين بيهضم ببطء فبيديك احساس كده بالشبع لفترة اطول. كمان لازم تضيف دهون صحية زي المكسرات او معلقة زبدة فول سوداني، لان الدهون بتساعد على ابطاء الهضم وبتحافظ على مستوى الطاقة انه يكون ثابت خلال النهار. اما بقى الالياف فمهمة جدا علشان تمنع الجوع السريع، و... وتلاقيها في الشوفان بقى والفول او حتى الخضار زي الخيار والخس. دول هيخلوا جسمك يستفيد اكتر من الاكل وهتحس انك مش جعان
بعد ساعتين من السحور. واهم حاجة بقى، بلاش الحاجات اللي ترفع السكر بسرعة زي العيش الابيض او الحلويات، لانها بتخليك تحس بالجوع اسرع. وكمان قلل الملح لانه بيخليك تعطش جدا طول اليوم. فالسحور المتوازن هو سر الصيام المريح، فاختار صح وهتحس بالفرق بنفسك. وفي النهاية رمضان فرصة انك تهتم بصحتك مش بس روحانيا لكن كمان جسديا. فلو ركزت على الحاجات الصغيرة دي اللي قلناها النهاردة، زي انك تبدأ فطارك صح، تتحكم في كمياتك، وتختار سحور متوازن، هتلاقي نفسك مش بس محافظ على وزنك لكن كمان حاسس بطاقة احسن خلال اليوم. مش لازم تحرم نفسك زي ما قلنا، المهم انك تاكل بذكاء وتتحرك شوية حتى لو 10 دقايق بس بعد الفطار. جرب النصايح دي وهتشوف صدقني الفرق بنفسك. رمضان مش هيفضل معاك، بس اللي هتعمله فيه هو اللي هيفضل معاك. فاختار صح. اعمل بقى لايك للفيديو وما تنساش تشترك في القناة لو انت ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس كمان عشان يوصلك كل فيديوهاتنا عن رمضان. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.